السلام عليكم. هذا الفيديو هذا اهداء مني خاص لكاع الناس اللي عليهم ضغط كبير بهذه الفتره ديال الحجر الصحي. تنتمنى هذا الفيديو هذا بهذه الصور الزوينه وبهذه الكلمات اللي غادي يقدروا يرفعوا من المعنويات ديالك ويدخلوا تفاؤل جديد وامل على الحياه ديالك. تفائل بالخير، ان شاء الله يجيك الخير ودخل لحياتك امل جديد ودخل تصرفات جديده وبطاقه ايجابيه. ان شاء الله غادي تقدر تمر من هذه الفتره هذه ديال الحجر الصحي وما تدخلش في فتره كآبه اللي غادا تزيد عليك ضغط نفسي. حاول تجاوز هذه المرحله هذه بحوايج اللي غادي يقدروا يدخلوا على حياتك الفرحه والسرور، وتجنب الضغط النفسي، تجاهل الحوايج اللي غادي ياثروا لك على حياتك بالسلبي وفكر بالايجابي ان شاء الله وغادي يكون الخير. هذه الفتره هذه غتمر، هذه الفتره الا التزمنا بالحجر الصحي وبالوقايه لمحاربه فيروس كورونا باش نقدروا نحميو الاسر ديالنا والنفس ديالنا والمجتمع ديالنا باش نرجعوا للحياه ديالنا العاديه. ونتمنى في هذا الفيديو هذا يكون كلمات جميلين باش يقدروا يوصلوا للقلوب ديالكم ويخفوا عليكم الضغط النفسي ويهرسوا عليكم هذا الروتين الحجر الصحي، وندخل عليكم فرحة وامل جديد ان شاء الله لقلوبكم ونزرع ابتسامة على الوجوه ديالكم. ويقولون مصائب قوم عند قوم فوائد. نتمنى هذا الوباء يكون سبب باش الناس يتصالحوا مع النفس ديالهم، يصلحوا الحاجه اللي هي خايبه فيهم ويزيدوا يصلحوا الحاجه اللي هي زوينه فيهم، يتصالحوا مع النفس ديالهم، ينسوا الماضي الخايب، يتفكروا الحاجه الزوينه ويصنعوا امل قدامهم في الحياه، يزيدوا يصنعوا مستقبلهم ويصنعوا افكار جديده اللي تقدر تزيد بهم ان شاء الله في الحياه. وكسر روتين الحجر الصحي بممارسة الهوايات، ممارسة الرياضة، ممارسة الأنشطة الترفيهية وبالعناية بالنفس الشخصية. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ونقدر قدرت نقدم فيه نصائح اللي غتقدروا تهرسوا بهم الروتين الحجر الصحي وتملؤوا به وقت الفراغ بحوايج اللي غادي يرفعوا من المعنويات. ونعاود ناكد لكم بانكم حاولوا تجنبوا تدخلوا في فتره كآبه وتجنبوا الضغط النفسي بحوايج اللي هما زوينين، وشوفوا الحوايج اللي غادي يقدروا يعطيوكم امل جديد في الحياه والحوايج اللي غادي يرفعوا لكم من المعنويات باش نقدروا ونجنبوا التفكير السلبي والافكار السلبيه اللي غادا تقدر ترجع علينا بمشاكل نفسيه. ونتفائلوا بالخير وندخلوا على الحياه ديالنا الفرحه بحوايج اللي هما بساط وعلى العائله ديالنا. الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، اشتركوا في القناه، ولا بغيتوا تخليوا لي كومونتير مرحبا، وبارطاجيو الفيديو الا عجبكم مع الاصدقاء ديالكم.